السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو اول مره بتشوفينا، انا اسمي منى احمد وقناتي اسمها منى كيتشن. هنعمل مع بعض النهارده ايس كريم البطيخ في الجو ده تحفه. هنحتاج النهارده للمكونات بتاعتنا كوبايه كريم شانتيه خام، ومعانا 3 كوبايات بطيخ متقطع ومثلج، وكمان معانا ربع كوبايه من سكر البودر، وثلاث ارباع كوبايه ميه متلجه، وربع كوبايه عسل ابيض او عسل النحل، ومعانا كمان لون غذائي. اول حاجه هنضرب البطيخ من غير اي حاجه في الكبه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وبعد ما نضربه كويس هنركنه على جنب، وناخد بقى المكونات الجافه بتاعتنا كريم شانتيه والسكر والميه، وهنضربهم على بعض لحد لما نحصل على القوام اللي انتوا شايفينه دوت. تمام كده، حلو قوي قوي قوي. شايفين؟ هننزل بعد كده بالبطيخ بتاعنا على المكونات دي، وهنضرب كويس جدا لحد لما يختلطوا مع بعض. طبعا اللون هنا عندي فاتح جدا، هبدأ اضيف اللون بالتدريج لحد لما احصل على اللون اللي انا شايفاه مناسب للون البطيخة. هزود بالتدريج. اللون هنا عندي جل، مفيهوش اي مشكلة. هنزل بقى بربع كوباية من العسل النحل، وهكمل ضرب بالشكل دوت كده. تمام جدا جدا. هبدأ بقى احضر عندي علبة تكون محكمة الغلق. عندي علبة، اي علبة عندك. هنزل ابدأ انزل بالخليط بتاعي بالشكل ده كده. هقدر طبعا الكمية عندي حلوة فهحطها في كذا علبة، تقدري تستخدمي علبة اكبر. وهقفل بالشكل ده وهحطه في الفريزر لحد ليلة كاملة. بعد ما البطيخ بتاعي او الايس كريم البطيخ قعد ليلة كاملة عندي، هجيب بقى البسكوتة، هجيب الكوبايات، اي حاجة عندك هتقدري تحطي فيها. انا بالنسبة لي هحط في البسكوتة كده في البولة كده، وهبدأ ازينه معايا. عندي شوكليت شيبس هحط، سبرينكل هحط، ممكن تسيبيه كده مفيش اي مشكلة. وهنزل برضو اهو زي ما انتوا شايفين كده. هركنه بقى على جنب، وابدا احط في الكاس بتاعي في الكوبايه. عايزه اقول لك طعمه حلو جدا جدا، والولاد هيفرحوا بيه قوي. بجد يعني انتي مش شرط، ممكن تكون البطيخه عندك تجيبيها وتطلع مش حمراء او مش مسكره، تقدري تستخدميها. طبعا لو البطيخه مسكره لا، دي تتاكل بقى طبعا احلى. بس عايزه اقول لك تقدري تستخدمي البطيخ، تقدري تبدلي البطيخ باي نوع فاكهه تاني. زي ما انتوا شايفين كده، حطيت بالشكل ده في الكوبايه 3 بولات كده. تقدري تحطي البطيخ ده مع نوع فاكهه، مع فانيليا، وان شاء الله هقدم لكم انواع ايس كريم تانية حلوه. زي ما انتوا شايفين كده بقى، بحط شويه شوكليت شيبس كده بيديني لون حلو زي ما انتوا شايفين، وشكل حلو يكسر كمان اللون الاحمر. وكمان بقى لو عندي اي بقى الامبريلا اللي هي اللي مش اللي بتبقى زينه كده، ممكن برضو تحطيها تبقى عامله الجو بتاع بره. بجد عايزه اقول لك طعمه خطير جدا جدا. اتمنى يا رب وصفه النهارده تكون عجبتك. لو عجبك الفيديو وعجبتك الوصفه، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.